انا هسألك سؤال يا انس. اسأل يا مازن. لو صحابك دخلوا النار تحب تدخل معاهم؟ انت هتهزر معايا يا مازن؟ هو في حد عاقل يقول كده؟ ما هو يا معلم في ناس بتعيش كده فعلا، صحابه بيغلطوا يغلط معاهم، يكسلوا يصلوا يكسل هو كمان، بيشوفهم بيسيبوا فرض يقولك ما انا كمان. بصراحة الصحوبية دي بتودي ورا الشمس. بس يا مازن مش كلهم كده، في صحاب بجد. الصحاب اللي لما تبعد عن الصلاة يكلمك، تضيع شوية يسحبك، تشوفهم تقول انا عايز ابقى زيه. ياه، دول بقى العملة النادرة. ده لو عندك صاحب كده يبقى انت اغنى واحد في الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عارف انا عندي صاحب كده، كل ما يلاقيني تايه يبعت لي آية، كل ما احبط يشجعني، ويوم ما بتعب بلاقيه اول واحد جنبي. انا فاكر مرة كنت مع شلة كده زمان، كلهم بيسحبوني لتحت. واحد يقول لي تعالى نشرب ما تخافش دي تجربة، والتاني ايه يعني ركعة تفوت يا عم ربنا غفور رحيم. وفجأة بقيت زيهم، بس جوايا حاسس اني بتاكل. بص يا عم، في نوع صحاب يخلوك تضحك لحد ما تنام، وفي نوع يخليك تفكر لحد ما تصحى. جامدة دي، بس والله صح. في ناس بنضحك معاهم ونروح جهنم، وفي ناس بنعيط معاهم وندخل الجنة. تخيل كده، لما تموت وتبقى في القبر، مين في صحابك هيجيلك؟ ولا حد. مش هيبقى معاك غير عملك وذكرك ودعاء صاحبك الصالح. اللي بيحبك بجد، مش اللي بيضحك معاك، اللي بيدعيلك وانت ميت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في واحد قال لي زمان لو عايز تبدأ طريق ربنا غير الصحبة، وانا ما كنتش فاهم. بس لما غيرتهم فهمت، الناس اللي حواليك هم طريقة، يا توصلك لجنة يا توصلك لطريق مسدود. النهاردة شوف مين حواليك وشوف هتبقى زيه ازاي بعد سنة. ومش عيب تبدأ من جديد، بس العيب تكمل في السكة وانت عارف انها غلط. جاوب بصراحة بقى، لو مت النهاردة مين هيعيط عليك؟ ومين هيقرأ لك قرآن؟ ومين هيفرح انك مشيت؟ صاحبك الحقيقي هو اللي هيكون سبب في دخولك الجنة، مش اللي يكون سبب في ندمك الأبدي. فكر تاني، صاحبك بيشيلك ولا بيشيلك؟ اللي بمعنى تاني. سلام.